واحدة بتقول أنا متجوزة من سنة، وجوزي كويس معايا في الطبع ومتعاون معايا في البيت ومفيش مشاكل ولا زعيق، وأنا بشتغل وهو بيشتغل، وأنا مرتبة كويس جدا بالنسبة لشغلي، وهو مرتبه مش كبير بس يدوب بيكفي مصاريف البيت ومش بيخليني أحط جنيه في البيت، وكل حاجة هو بيجيبها وربنا يكرمه، ومش عاوزني، مش مخليني عاوزة حاجة، وبيبقى داخل على قد احتياجات دخله بيبقى على قد احتياجات البيت. المهم مامته مش محتاجة فلوس وعمالة تقول أنا مزنوقة وعاوزاه يديني 600 جنيه كل شهر. في الأول كان بيديها من ورايا، ولما عرفت اتخانقت معاه علشان البيت أولى بأي فلوس، وهي أصلا مش محتاجة واحنا محتاجين كل جنيه يدخل البيت، ودلوقتي أنا مش عاوزاه يديها، وهو سمع كلامه مرتين وما ادهاش، وبعدين عرفت ان هو عاوز يديها من ورايا، ومش عارفة اعمل ايه علشان ما يديهاش فلوس. يعني بصراحة انت مالك؟ هي امه، يعني يديها ما يديهاش انت مالكش دعوه، ما تتدخليش. وبصراحه يعني هو الواحد لو ملوش خير في امه هيبقى له خير فيكي او في عيالك؟ لا انت مالك. وغير كده ما حتى يا ستي هي لو مش محتاجه، هو واجب عليه، امه احتاجته وطلبت منه حاجه يديها لها، اذا كان معاه او مش معهوش، وانت ما تعرفيش ظروفها ايه. انت ممكن تاخدي بالظهر بس انت تعرفي هي محتاجه ايه او عاوزه ايه، وده واجبه. يعني هي امه كبرته وتعبت عليه وسهرت وعيات عيا وقعدت جنبه وكل حاجة من دي، وهي لما تحتاج منه 600 جنيه تقوله لا البيت اولى؟ لا هي امه اولى منك كمان يعني. هو واحد مش مخليك عاوزة حاجة وبيديك كل حاجة وسايبك مرتبك معاكي، يعني ايه اللي مش عاوزاه يديلها دي؟ لا انت مالكش دعوة، ما تتدخليش. هو مامته وهو واجب عليها لما تحتاجه وهو يديلها كل حاجة. يعني ايه تصرفك ده؟ انت لو مكانه مامتك او باباك احتاجوا منك فلوس وقلت له اهل طالبين مني فلوس، هيقولك لا ما تديلهمش؟ يعني خلي فيه، علشان الواحد اللي ملوش خير في اهله مش هيبقى له خير في اي مخلوق على وجه الارض. فانت فكر في النقطة دي، انت هتبقى ممكن مكانه في اي يوم من الايام واهلك يحتاجوك، هيقولك لا؟ ففكر في النقطة دي، بلاش تبقى فيك حوت كده وانانية.